السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم من الصباح. النهاردة هعمل صينية بطاطس بالأجنحة، بس الأجنحة هعملها بطريقة حلوة. الأجنحة أنا هعمل أجنحة فراخ أو دجاج ببهارات تكة وزبادي. إن شاء الله الطريقة تعجبكم. إحنا هنا جايبين جايبين أجنحة غسلينها وزي الفل، وعندنا اللي هي الرفيعة من فوق دي ملهاش أي لازمة خالص، ملهاش أي لازمة خلاص. أجنحة بقى تجيبي نص كيلو وتجيبي كيلو وتجيبي أكتر تجيبي أقل. خلاص إحنا جبنا الأجنحة، هنحط وجبنا نص كوباية عصير طماطم عصير طماطم. هنحط عليه بقى؟ هنحط عليه بصلة، معلش بصلة مبشورة صغيرة، ومعلقة توم صغيرة. يبقى احنا حطينا على سلطة الطماطم دي نص كوباية سلطة طماطم. حطينا عليها معلقة بصل صغيرة مبشورة، ومعلقة توم مبشورة مفرومة، يعني معلقة التوم مفرومة، معلقة مش كبيرة. خلاص هنحط ليمونة معصورة. يبقى حطينا هنا الطماطم المعصورة والثوم والبصل المفرومين تاني وعصير الليمون. هنحط تاني بقى؟ هنحط كوباية زبادي صغيرة. كوباية زبادي صغيرة اهي. هتبقى طريقة في منتهى الجمال وحلوة قوي قوي. خلاص هنقلب بقى كده الزبادي كده عشان ما نعملش بقى صوت ونزعج مشاهديني الحلوين. كده حاول ما اخبطش اهي كده. هنحط تاني؟ هنحط التوابل. هنحط اهم حاجه هنا توابل تكه. فاكرين توابل تكه اللي انا عملتها؟ اللي مش عارفها يخش على الصفحه ويشوف مقاديرها، ومش مقادير كتير قوي، البهارات بتاعتها مش كتير قوي. يبقى معلقه كبيره بهارات تكه، ومعلقه سكر ومعلقه بابيكا وفلفل اسود تاني وكمون شطه. عايزه تستغني عن الشطه استغني عن الشطه، وملح معلقه ملح. خلاص دي كل توابلنا. خلاص اهي. خلاص خلصنا من المكونات الحلوه الجميله دي. عفوا. كده هنقلبها بقى تقليبه حلوه، وبعد ما نقلبها هنحطها فين؟ هنحطها على على الاجنحه. بصوا خليط اهو، بسم الله ما شاء الله. عرفنا احنا حطينا حطينا الاول عصير الطماطم، وحطينا عليه بصله مبشوره صغيره، ومعلقه صغيره بردك توم مفروم، والتوابل اللي احنا قلنا عليها دلوقتي اللي هي بهارات تكه. اهم حاجه بهارات تكه وملح وسكر تاني وشطه وكمون وفلفل اسود. ايوه كده. انا عايزه اللي يقف معايا يبقى مصحصح. هنحط بقى الخليط ده الحلو الجميل ده فين؟ على هنحطه هنا اهو كده اهو. بعد ما نحطه هنقلبه التقليبه الحلوه قوي. خلاص كده عشان ما يبقاش في حاجه حرام كده. ونقلب بقى التقليبه الحلوه الجميله دي كده، ونسيبه على الاقل ساعه. نسيب في الخليط ده ساعه. هنقلب بقى التقليبه الحلوه دي كده. نجيب معلقه تاني كده نقلب كده عشان الاجنحه تشرب من الخليط بتاعنا ده كده اهو. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. كده هنحطها فين بقى؟ هنحطها في التلاجة. عشان عشان الخليط الحلو ده يتشبع منه الاجنحه. يتشبع منه الاجنحه. عشان الخليط الحلو ده الاجنحه تشبع منه، يعني تشرب منه كده، وتبقى طعمها في منتهى الجمال.
خلاص كده. خلاص نركن بقى الخليط الحلو ده كده اهو، نركنها فين؟ على جنب، وبعدين ندخلها التلاجة. ويا سلام لو بيتيها بقى، يا سلام لو بيتي الأجنحة دي بالخليط اللي احنا حاطيناه ده في التلاجة من بالليل، وتصبحي تعملي بقية الوصفة. يا إما تخليها ساعة أو ساعتين في الخليط. احنا سيبناها دلوقتي في الخليط، وهنعمل ايه؟ هنعمل صينية البطاطس. أنا عصرة طماطم أهي، عصرة طماطم أهي. خلاص هحط فيها ايه الطماطم؟ الطماطم هحط عليها ايه؟ هنجيب معلقه كده، معلقه اللي احنا قلبنا بيها قبل كده، مش اشكال. شطه، فلفل اسود، ملح، ورشه جوز الطيب. جوز الطيب. احنا جبنا ايه؟ طماطم، وحطينا عليها التوابل اللي هي شطه وفلفل اسود وملح وجوز الطيب اهو كده، وكمون. حطينا كمون؟ ما حطيناش كمون. هنجيب رشه كمون ونحطها حالا دلوقتي. انا هحط الحاجه كلها على الطماطم واقلبها. خلاص انا هحط ايه كله على الطماطم هنا. فلفل حامي اهو، قرنين فلفل حامي اخضر وايه واحمر، ومعلقه ايه؟ توم كده. عرفنا الطريقه. حطينا الطماطم وعليها التوابل اللي احنا قلناها، واللي احنا لسه حاطين ايه؟ حاطين الفلفل الحامي وايه تاني؟ والثوم. طبعا البطاطس ما تحلاش غير بايه؟ بالثوم. خلاص كده نركن كده بقى. وادي الايه، هنحط كمان ايه؟ هنحط البصل كله كده. لقيت يعني بصوا الطريقه سهله وجميله ازاي. كله في الخلاط، كله في الخلاط، وهنقلبه كده اهو كده. دلوقتي بعد ما رصيت الرصه الجميله دي، هرش عليها ايه بقى كده، ونحط بعد كده بقيه ايه؟ البطاطس كده اهي. خلاص كده اهي، تبقى احلى بطاطس باجنحه بايه؟ بهارات التكه، بهارات ايه؟ تكه والزبادي. هنحط بقى الطبقه التانيه بتاعت البطاطس كده. بعد ما هنرص البطاطس ونحط عليها بقيه الخليط بتاعنا ده، هنوديها فين؟ على البوتاجاز من فوق، تغلي غلوتين، ونحط عليها الجناح. ايوه كده، ايوه كده. خليك مفتح معايا، بس عايز تعمل اكل وعايز تعمل لي شيف يعني، مش كده برضو؟ عايز تعمل شيف، انت حابب الموضوع يعني؟ حابب الموضوع؟ ايوه. خلاص تبقى تاخد بالك. واهم حاجه تعمل ايه؟ اذاكر. اهو كده، تعمل واجباتك وتذاكر. اهم حاجه، اهم من اللي انت عايز تعمله. خلاص هنركن بقى ده كده. هنجيب بقيه ايه؟ الطماطم، بقيه الخليط بتاع الطماطم. خلاص هنفرق بقى كده اهو، عشان ما ياخدش وقت كده بالمعلقه اهو. يا سلام، ايه رايكم؟ تحفه تحفه تحفه. خدت حاجه ولا حاجه؟ تصحي كده او من بالليل توضبي الحاجه وتحطيها في التلاجة، وساعه ما تيجي تعمليها تبقى جاهزه كده، وتحطي كله على بعضه كده، الخليط كله على بعضه اهو. عملنا حاجه ابدا ولا خدت حاجه في ايدينا. ايه رايكم نروح نحطها على البوتاجاز؟ وتسيبها تغلي غلوتين، البطاطس تخش في السوا كده، وروح حاطين ايه؟ هنحط ايه؟ الأجنحة. بعد ما نحط صينية البطاطس الجميلة دي، هنحطها فين؟ على البوتاجاز من فوق. تغلي غلوتين 3 كده، والبطاطس تخش في السوا. هنحط ايه؟ الأجنحة. الأول هنروح فين؟ على البوتاجاز. يلا بينا نروح على البوتاجاز. يلا يا حبايبي تعالوا معايا. وايه طريقة بقى تجربوها كده وهتتبسطوا منها جدا جدا، ولا واخدة وقت ولا واخده يعني دربكه كتير ولا اي حاجه خالص. يلا معايا نروح على الفرن. دلوقتي هنحط ايه بقى؟ البطاطس حطيناها بتاع 10 دقايق على البوتاجاز من فوق، عشان ايه؟ تاخد بردك سوا. وانا ولعت الفرن
عشان ايه ما تاخدش وقت معانا. خلاص عشان ايه ما تاخدش وقت معانا. انا ولعت الفرن وسبته والع على ما احط، بس انا لسه مولعاه، على ما احط الاجنحه على صينيه البطاطس دي، وهندخلها فين؟ الفرن. الفرن على درجه حراره 200 لمده 30 دقيقة ل40 دقيقة. اهو كده مظبوط، انت معايا على الخط. هنجيب بقى الاجنحه الحلوه دي وهنرصها كده اهو، اهي كده اهو. خلاص كده اهي كده، بصوا اهي كده كده اهي. وطبعا الصوص بتاع الاجنحه هينزل على البطاطس، يديها طعم ايه؟ طعم خرافه، طعم تحفه. ايه رايكم؟ ايه رايكم في صينيه الاجنحه الجميله دي؟ ها؟ ولا تقولي لي بقى لحمه ضاني، ولا تقولوا لي لحمه كندوس، ولا بقري، ولا جملي، ولا اي حاجه خالص. بصوا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ايه ما شاء الله. ما شاء الله. دايما نقول على الحاجه الحلوه ايه؟ بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. الله اكبر، اللهم بارك. مش كده برضو؟ اي حاجه حلوه نقول عليها ايه؟ بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، اللهم بارك. اهو كده كده. ايه رايكم بقى في الرصه الجميله دي؟ ايه رايكم؟ اكله من الاخر، اكله ايه من الاخر. عايزه بقى تعملي كميه قليله شويه اعملي، عايزه تعملي كميه اكتر من دي اعملي. خلاص كده كده اهي كده اهو. هنضيق بقى كده اهو كده اهو كده اهو اهي اهي. هنجيب بقى ايه اخر جناح كده اهو، نحط برضك نفس الحطه كده. انا بعمل بايدي، انا ايديا فله والرخامه بتاعتي فلتين، كل حاجه فله 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 فله. هنجيب بقى الصوص الجميل ده ونحطه فين؟ فوق ايه؟ فوق الجناحات. فوق الاجنحه كده. طبعا احنا مش هنسيب فيه حاجه، ده احنا حاطين فيه ايه؟ زبادي، والزبادي يعني الحمد لله غالي، صح ولا لا؟ صح. احنا كده كده ما نسيبش اي حاجه، عشان ايه؟ عشان حرام كده. ايه رايكم بقى في صينيه البطاطس بتاعتي بالاجنحه اللي هي بايه؟ بهارات تكة. تكه جميله. اللي ما عندوش بهارات تكه بدل ما يشتريها يعملها، يخش على الصفحه بتاعتي ويفعل الجرس، وهينزل له كل حاجه، وهيخش على الصفحه بتاعت الفيديو بتاع القناه بهارات تكه، هيلاقيها وايه هيخش عليه. هنروح بقى نحط الصينيه دي الجميله دي فين؟ في الفرن. في الفرن على درجه حراره 200 من 30 دقيقة ل40 دقيقة. برافو برافو برافو، انت كده شاطر. زي ما انت شاطر في المدرسه، شاطر في ايه؟ في عمايل ايه؟ عمايل الاكل. هننزل طبعا اللي ده، هننزله هنا من فوق، وبعد كده هروح انا ايه ادخلها الفرن. ولا هتيجوا معايا انزل ده وبعد كده ادخل الفرن؟ انا مش عايزه اتعبكم، خليكم مكانكم وانا هدخلها الفرن، وان شاء الله نطلعها ونشوفها سوا بعد ايه؟ بعد ما تستوي. بعد ايه؟ ما تستوي. بعد ما تستوي. يلا بينا ننزل ده الاول وبعد كده ندخلها فين؟ الفرن. الفرن. يلا بينا. دلوقتي بعد ما طلعنا صينيه بصوا بسم الله ما شاء الله عامله ازاي، مولعه مولعه مولعه. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا صينيه المولعه، فانا جبت اي حاجه كده بقى امسك بيها كده. بصوا بسم الله ما شاء الله عامله ازاي. بصوا بصوا بصوا. نجيب معلقه نشوف البطاطس استوت ولا لا، او شوكه كده. بصوا البطاطس بسم الله ما شاء الله. بصوا 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 اهي استوت اهي اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا جميله. الله. والصوص بتاع
الاجنحه نزل في البطاطس طعمها في منتهى الجمال. حتى الصوص اللي من تحت ده ممكن نعمل جنبيه شويه رز ابيض، وانا عملت بقى استسهلت، عملت مكرونه زي ما حضراتكم شايفين كده، شويه مكرونه هم من الاخر. بسم الله ما شاء الله، جميله جدا. بسم الله ما شاء الله. كلنا قد قامت الصلاة نحمر المكرونه وعملناها. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. وطبعا انتوا فاكرين الليمون اللي انا كنت مخللاه اهو. بسم الله ما شاء الله، لسه الليمون بصوا جامد وناشف ازاي. بصوا فاكرين الليمون اللي انا عملته؟ اللي مش معايا على الصفحه يخش على الصفحه ويشوف الحاجه اللي هو عايزها ويشوفها معموله ازاي، وان شاء الله تطلع في منتهى الجمال. وبصوا الفلفل، حتى الفلفل بصوا ناشف ازاي والليمون ناشف. بسم الله ما شاء الله. نعمل الغدوه الحلوه الجميله دي، احلى صينيه بطاطس بالاجنحه، والاجنحه معموله ببهارات تكه وزبادي. نعملها ان شاء الله، نعملها وتبقى غدوه في منتهى الجمال. ايه رايكم؟ حلوه جميله حلوه. ايه رايكم بقى في اكله كده من الاخر؟ ممكن تحضري الحاجه من بالليل، البصل تقطعيه والفلفل والبطاطس تحطيها في ميه، مش اشكال، وتصبحي تاني يوم والقوطه تعصريها وكل حاجه. عايزه تحطي البطاطس شرايح كده والقوطه والبصل وكله، حطي واعملي انت بقى بطريقتك الجميله. انا عارفه ان كنتوا بتعملوا كمان احسن مني. خلاص نعمل الاكله الجميله دي وان شاء الله تعجبكم. ايه رايكم؟ اكله في منتهى الجمال من الاخر والله. طعمها بس هي مولعه شويه عشان الفلفل اللي انا حطاه حامي قوي. اللي مش عايز حاجات حاميه كده وحراقه سبايسي ما يحط فلفل رومي، فلفل الوان، الدنيا بتمشي. تشوفوا بقى الفيديو من اوله وتشوفوا الصينيه الجميله دي معموله ازاي. بصوا صينيه الاجنحه عامله ازاي، بصوا بسم الله ما شاء الله. البطاطس بقى عايزه تعملي كيلو، تعملي 2 كيلو حسب الافراد اللي هياكلوا، وحسب انت هتاكلي منها يوم يومين. ناكل النهارده وممكن نشيلها تاني يوم على الرف بردك في التلاجة. نعمل حاجه تاني للناس اللي ما بتحبش تكرر الاكل يومين. عما ان انا بحب اكرر الاكل يومين، الناس هتعمل ايه؟ تاكلي منه يومين وثلاثه كمان. ليه ما دام موجود ناكله. عايزه تريحي يومين منه ريحي، عايزه تريحي منه يوم تريحي. وطبعا احنا قلنا كل ما نعمل اكله هنطلع منها حاجه كده لله. طبعا انا هطلع يعني كام علبه كده، مش كميه. احنا قلنا كل ما نعمل حاجه نطلع منها. عايزه تعملي حاجه يعني كبيره شويه، يعني مش 3 علب 4 5 كده، لا. عايزه تعملي بقى كميه كل اسبوع، كل 15 يوم، كل شهر. والله اللي ربنا يقدرك عليه اعملي. عايزه تعملي كل ما تعملي طبخه تزودي حاجه، يعني الاجنحه ممكن تزودي ربع كيلو، نص كيلو زياده، ونعمل علبتين كده واحنا رايحين هنا ولا هنا، نقابل اي حد نديها له، مش لازم حد معين. خلاص نعملها، وكله عشان مين؟ عشان الخالق مش عشان المخلوق. وربنا يا رب تقبل منا جميعا. والواحد نفسه يعمل حاجه، يعني ربنا يقدرنا ونعمل ان شاء الله. خلاص عجبتكم الفكره اللي انا بعملها دي؟ هطلع منه شويه شوربه وشويه مكرونه على يعني كل علبه كده فيها جناح بحتتين بطاطس برغيف ان شاء الله. خلاص انا بدي بس كفكره، انا ولا بتباهى ولا يعني اقول مش بتباهى ولا اي حاجه. دي فكره وبطرحها على حضراتكم. خلاص واقول لكم في الاخر كانت معاكم منى الصباحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.